ولذلك يا جماعة لتسجيل الرصيد العاطفي أباحت الشريعة كذب الرجل على زوجته وكذب الزوجة على زوجها. ترى يجوز الحرمة تكذب على زوجها لإرضائه، تقول له مثلا يعني أنت أحلى واحد في العالم، أنت مثلا يعني أوه الطيب هذا يهبل يزين ذوقك مثلا أنت، وتبدأ تثني عليه كثيرا لتسجل رصيدا عاطفيا حتى لو ما كانت صادقة في هذا. وكذلك الزوج يجوز له أن يفعل ذلك مع زوجته ليسجل رصيدا عاطفيا حتى ما يحدث مشكلة بينهم. ولذلك يعني أنا أذكر اتصلت إحدى الفتيات مرة تقول يا شيخ زوجي جلسنا كذا ما أدري والله في مطعم ولا ما أدري وين، توهم متزوجين ما كملوا أسبوع، فتقول فقال لي وش رأيك نتصارح؟ وشلون نتصارح؟ وبدأ يقول لها يلا كم واحد أنت كان لك علاقة فيه، وكم واحد طلعتي معاه، وكم واحد ما أدري أعطيتي صورك، وكم واحد. طيب أنت وش يهمك؟ هالأسئلة يا أخي تصير قبل الزواج، إذا أنت ناوي تسألها ما عجبتك البنت لا تتزوجها، ليس بعد ما تزوجتها وخلاص ودخلت في العائلة تجي تقعد تحقق، بتحقق حقق قبل. فقلت له وش سويتي؟ ايش قلتي له؟ قلت والله يا شيخ ما أدري بس حلفني بالله أني أصدق وعلمته بكل شيء. وشكلها كانت مخربتها قبل، يعني كان عندها بعض الأمور وكذا. تقول فالحين أنا عند أهلي وبيطلقني. وقلت يا بنتي الله، قالت يعني يجوز أكذب؟ قلت الله أكبر ذبحتك التقوى، يعني وقفت على يجوز، ما أنت مخربتها طول هالسنين، وقفت على يجوز أكذب. هذا والله يا أخي ذكرني قبل كم يوم كنت في إحدى الدول العربية، فركبت مع سائق تاكسي. فأنا عادة إذا ركبت مع هالتكاسي أحب أخذ أخبار أهل الخليج، أقول لها وش أخبار الشباب الخليجيين إذا ركبوا معاك، طيبين ولا دشير ولا خربانين؟ فقال لي السائق قال والله يا أخي، طب ما يعرفني يعني، قال أنا مرة ركب معي شباب من إحدى دول الخليج وخربانين دشير جدا. قلت كيف يعني خربانين؟ قال يوم ركبوا معي قالوا ما تعرف أحد يبيع حشيش يعني مخدرات. قلت ايوه وبعدين وش سويت؟ قال والله رحت وجبت لهم حشيش. قلت ما شاء الله تلقاك زودت عليهم. قال لا استغفر الله والله اخذته ب100 وبعته ب100، حرام ازيد عليهم. قلت شوف التناقض، والله هذا كلامه. قال 120 عشان شو صادق، قال اشتريته ب120 وعطيتهم 100 ب120 لأن حرام ازيد عليهم، لانه وكيل وليس بائع، فهم وكلوه في البيع فهو يجيب نفس السعر.